سلام معكم مروان بشار في فيديو جديد. هذا الفيديو ده غادي يكون سبيسيال بزاف. علاش طلبتوه مني؟ ولكن انا الصراحه تعطلت بالمزيان. علاش؟ كانوا عندي صراحه شي حوايج اهم وشي فيديوهات اهم من هذا البلان هذا، حيت هذا البلان ديجا ساهل وممكن اي واحد يديرو. يعني ما كاينلاش انا مثلا نزرب عليه قلت خليه هو الاخير. هذا الفيديو ده هو كيفاش نربطوا البطاقه الافتراضيه ديال كاش بليس مع باي بال. هذا البلان هذا بزاف هضروا عليه، وفي لي كومونتير كنشوف بزاف ديال الناس نهار اللي درت فيديو على البطاقه الافتراضيه ديال كاش بليس كلشي كيقول لك مروان راه ما كتخدمش مع باي بال. انا نشرح لكم كلشي حاليا، غادي نشرح لكم علاش ما كتربطش او لا علاش ما كتخدمش، وشنو المشكل اللي كاين، وشنو غادي تستافد الا ربطتيها، وشنو ما غاديش تستافد الا ما ربطتيهاش او لا ربطتيها. اول حاجه باش نشرح هاد القضيه، البطاقه ديال كاش بليس باش تخدم ليك خصك تحجز المنحه ديال التجاره الالكترونيه، واللي غادي نشرحها دابا بالخف باش تمكنكم انكم تشريو باغ انترنت. البطاقه الثمن ديالها كان 40 درهم. دابا كاش بليس دايره كاش باك اللي لا شارجيتو لاكارت وشريتو بها اول مره كترجع لكم 10 دراهم من لاكارت ديالكم. يعني مثلا شريتي ب 20 درهم ترجع لك 10 دراهم، كتسمى شريتي ب 10 دراهم. البلان الثاني الاخوان واللي هو البطاقه ديال كاش بليس كتجي كارت فيرتويال من شركه ماستر كارد ماشي فيزا. علاش ماستر كارد ماشي فيزا؟ يعني كتمكننا باش نشريو ونربطوه مع باي بال فقط باش كنلينكيو يعني لا كارت مع باي بال، اما باش نسحبوا نديرو يعني السحب من باي بال ما غتمكنناش نديروها، ولكن حنا غنفعلوا بها فقط باي بال ديالنا باش يبقى اكتيف وما يتسدش لينا وما يجيناش عليه الليميت الا وصلتنا شي فلوس. اول حاجه خص تكون عندكم كاش بليس ويكون عندكم لابليكاسيون ديال كاش بليس ويكون عندكم الحساب من المستوى الثاني للفوق، يعني باش تسهل علينا القضيه. فوالا الاخوان كما كتشوفوا دخلنا لحساب كاش بليس. اول حاجه باش تشريو لاكارت الافتراضيه كتجيو لهنا البطاقه الافتراضيه وكتشريوها من هنا بثمن ديال 40 درهم حتى ل 20 درهم على حسب كل مره والعرض اللي كيكون. نرجعوا اول حاجه خصكم ديروا قبل ما تشريو اصلا البطاقه الافتراضيه كتجيو الاعدادات، كتجيو المنح الخاصه بي. هنا كدير حجز. هنا بزاف منكم كيقول لي هذا السهم ما كيبغيش، هنا ما كيتبرك والو الاخوان باش تعرفوا. هنا ما كيتبركش كما كتشوفوا راه كنبرك ما كيعطيني والو. ولكن الا بغيت نحجز شنو ممكن ندير؟ كنجي كناخذ هذا السهم هذا كنحركو. انا دابا حاليا حجزت الدوطاسيون اللي بقات ليا حجزتها في التجاري، يعني ما يمكنش ليا نزيد حيت ديجا يعني حجزت 7500 درهم في كاش بليس اولا 7400، يعني ديجا عندي محجوز. نتوما غادي تزيدوا لهنا يا ما تلقوش الدوطاسيون في شي بنكه باش تعطيكم هاد السهم تزيدوا كما كتشوفوا. من بعد ما كتحجزوا المنحه التجاره الالكترونيه كتاخذوا البطاقه ديالكم، البطاقه الافتراضيه اللي بالطبع غادي تشريوها. من بعد كتجيو كديروا شحن الرصيد من السولد اللي كيكون عندكم. كتشحنوا البطاقه ديالكم بواحد المبلغ اللي كيكون ديال 30 درهم. كتشحنوا البطاقه ب 30 درهم كيطلع لكم رصيد هنا كما كتشوفوا. انا عندي 25 درهم في البطاقه كافياني انني باش نربطها مع باي بال. نتوما ديروا 30 درهم حيت اول مره تقدروا تلقاو شي مشكل، ديروا 30 درهم وماشي مشكل تبقى لكم 5 درهم في البطاقه. اول حاجه كما قلنا كتشحن البطاقه ديالك بالرصيد، من بعد كنتوجهوا للباي بال. فوالا ملي كنتوجهوا للباي بال الاخوان كما كتشوفوا كنجيو للحساب ديالنا هنايا، كنجيو للبورتفوي وكندخلوا كنلينكيو البطاقه. انا دابا ما يمكنش ليا نصور لكم من لابليكاسيون، غادي نتوجه للسيت حيت الاغراض يعني قانونيه وامنيه ديال باي بال ما كتخليكش تريكوردي فيديو في باي بال. يعني واخا غادي نصور لكم الريكورد الاخوان غادي يطلع لكم كحل ما غادي يبان والو. اللهم نتوجهوا للسيت ونكملوا العمل. فوالا كما كتشوفوا ملي كندخلوا لهاد الواجهه هادي اولا الصفحه هادي اللي كتطلع لينا هنا كنديروا اونغيستري اون كارت راه هي الفوق على اليسار كنبركوا عليها. هذه هي اهم ايطاب عندنا هنا الاخوان. كما كتشوفوا هنا الاولى كنديروا فيها النيميرو د لاكارت، كنديروا رقم البطاقه ديالنا. تايب دو كارت كنديروا نوع البطاقه واش ماستر كارد او لا فيزا كارد او لا امريكان اكسبريس او لا شنو عندنا. ولكن من بعد ما كتكتبوا رقم البطاقه اوتوماتيكمون كيطلع لكم الاخوان ماستر كارد. من بعد ليكسبيراسيون كنديروا فيه لا دات ديكسبيراسيون اللي هو تاريخ انتهاء الصلاحيه، كتكون 12 2030 12 28 على حسب يعني انت فوقاش شريتي لا كارت. اخر حاجه عندنا واللي هي السي في في الاخوان. السي في في واللي هو الرمز الحمايه اللي كيكون في الدار البطاقه، واللي هو غادي تلقاو ثلاثه الارقام بوحديتهم كيكونوا في ابليكاسيون كاش بليس. كنعمر المعلومات كاملين ديالي وغادي نجي لكم. فوالا الاخوان كما شفتوا دخلت المعلومات ديالي عطاوني البطاقه ماستر كارد. اخر حاجه كتكون ادريس دو فاكتوراسيون واللي هي عنوان المنزل ديالك او العنوان اللي كيكون مربوط بالحساب ديالك، كتخليوه نفس العنوان ما تبدلوش. من بعد كنديروا اونغيستري اون كارت. فوالا الاخوان كما كتشوفوا تمت العمليه بنجاح. كيقولوا لي
باللي البطاقه تمت بنجاح، يعني تونغيسترات بنجاح. كما كتشوفوا هنا كيطلعوا 75 27 هو اخر ارقام البطاقه. ممكن اننا نشريو باغ انترنت بالباي بال ويقطع من البطاقه اوتوماتيكمون، ممكن نشريو بالباي بال من سيتات اخرين عوض ما نشريو بالبطاقه، وكتبقى يعني دابا حاليا البطاقه مفعله بالحساب ديالنا. ما يمكن حتى شي حساب اخر نديرو فيه هذه البطاقه هذه، يعني الا درتها في هذا الباي بال هذا ما عمرني نعاود نستعملها في حساب اخر ديال باي بال. يعني هذه كتولي صافي مربوطه بهذا الحساب هذا. يعني قبل ما تديروها في شي حساب ماشي ديالكم، ديروا القضيه قدامكم. البطاقه اللي درتوها في شي حساب ماشي ديالكم راه ما توليوش تستعملوها نتوما. هذا هو البلان الاخوان. كما شفتوا دابا ربطناها. غندوزو الايطاب الثانيه اللي شنو هي طريقه تفعيل البطاقه. فوالا الاخوان، كما كتشوفوا هنايا كيعطيونا باللي البطاقه ديبيت كارت ماشي كريديت كارت. كما كتشوفوا هنايا المعلومات ديالها وكل شيء. هنا واحد القضيه راكم تكونوا شفتوها واللي هي كونفيرمي فوتر كارت. كيفاش نكونفيرميو هاد لاكارت هادي؟ كنلقاو واحد الكود كيكون تقطع من العمليه اللي تقطعت لينا من البطاقه. ندخلوا لابليكاسيون كاش بليس. الا ما طلعش لكم اليوم غيطلع غدا او لا بعد غدا، يعني كدوزو حتى 48 ساعه كيطلع واحد الكود بي بي موراه واحد اربعه الارقام. ديك اربعه الارقام هما اللي كنجيو ندخلو هنا كنديروا كونفيرمي فوتر كارت بهذه الطريقه، وكنكتبوهم هنايا كنديروا اوبتونير ان كود. فوالا ها هما دابا يصيفطوا لينا الكود من هنا يومين ولا 3 ايام يوصلنا. كما كتشوفوا كنديروا اوكي. بهذه الطريقه الاخوان كنكونوا درنا طلب تفعيل البطاقه ديالنا باش كتولي يعني مفعله بصفه قانونيه في لابليكاسيون باي بال. باش تعرفوا هذا الكود كما قلت لكم غنرجعوا لابليكاسيون كاش بلس. فوالا من بعد ما كندخلوا لابليكاسيون كاش بلس كنجيو كنبركوا على البطاقه الافتراضيه. هادشي من بعد ما كنربطوا البطاقه ديالنا الاخوان. الكود الاخوان ها هو بان دابا انا عندي كما كتشوفوا. الكود هو 44 87. هذا هو كما كتشوفوا كتكون بي بي نجمه 44 87. هذا هو الكود اللي غنفعلوا به البطاقه ديالنا. غنمشيو دابا نفعلوها ما نتعطلوش. انا كما كتشوفوا بان في البلاصه. كنظن هذا المشكل يعني كيكون في الابناك، يعني اما كاش بليس راه غادي يبان عندكم في البلاصه. الابناك كيتعطل يومين عاد كيوصلنا او لا يعني 3 ايام. دابا حاليا كاش بليس ما تلقاوش هذا المشكل، غادي يتفعل في البلاصه. كما كتشوفوا 44 87 غناخذوا 44 87. تذكروا معايا هذا الرقم اللي يبان لكم هنايا نتوما غادي يبان عندكم في شكل اخر، يعني ماشي نفس الرقم، ولكن يعني غتاخذوا هاد الارقام اللي بعد النجمه كيكون بي بي نجمه اربعه الارقام. كتاخذوا هاد اربعه الارقام كترجعوا للسيت ديال باي بال. فوالا من بعد ما كنرجعوا للسيت ديال باي بال اش كنديروا كونفيرمي فوتر كارت. ها هي فهاد لا زون الصفراء هذه كنديروا الكود. الاخوان اللي قلت لكم راكم غتكونوا تذكرتوه 44 87. كما تذكرتوا معايا ها هما عاطينكم حتى الخطوات باش تعرفوا الكود. ها هو بي بي نجمه اربعه الارقام وكتكون مكتوبه مباشره موراها كود. حنا دابا من بعد ما ندخلوا هذا الكود هذا ونديروا كونفيرمي تم تفعيل البطاقه بنجاح. كما كتشوفوا الاخوان دابا فعلوا لينا البطاقه ديالنا بطريقه سهله. كما كتشوفوا احنا ربطناها مع باي بال دابا، يعني عندنا البطاقه ديالنا ديال ماستر كارد كاش بلس ها هي مربوطه مع باي بال بطريقه سهله. يعني الناس اللي قالوا لي ما كتلياش انا ليتها مع لاكارت دي، انا ليتها عفوا مع الكونط ديالي. انا كما كتشوفوا كلشي داز على عينيكم، كلشي في الشرح، يعني ما خبيت والو ما قطعت من الفيديو والو. الفيديو من الاول حتى الاخير كان هو كيفاش نفعلوا البطاقه مع باي بال او ليو البطاقه مع باي بال بطريقه سهله. متابعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كما تبعتوا معايا من الاول حتى الاخير. الا كنتوا تفرجتوا ما وصلتوا حتى ايطاب تكونوا شفتوا كيفاش ليت او ربطت البطاقه ديالي كاش بليس كارت فيرتويال اللي الناس بزاف قالوا ما كتربطش. هانتوما شفتوا على عينيكم ربطتها. الخطوات باش نربطوها راهم باينين. كما قلت لكم كتطلبوا البطاقه الافتراضيه، كتحجزوا منحه التجاره الالكترونيه، كتشحنوا البطاقه ديالكم الافتراضيه بمبلغ 25 درهم. من بعد كتمشيو للباي بال كتدخلوا معلومات البطاقه، كتطلبوا كود التفعيل، كيوصلكم كود التفعيل الاخوان، كتفعلوا داك البطاقه داك الكود كتاخذوه كتفعلوا به البطاقه وكتكونوا نجحتوا في عمليه ديال ربط البطاقه مع حساب الباي بال ديالكم. ومبروك عليكم حساب باي بال مفعل على حسب المده اللي عاطينكم في البطاقه ديالكم. حتى هنا متابعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك ليا اعجاب الاخوان او لا يعني جيم. ما تنساوش ديروا سبسكرايب اللي هي ابوني او لا كما كنقولوا ليها باللغه العربيه اشتراك، باش تحفزوني ديما ندير لكم جديد ونجيب لكم فيديوهات او ندير لكم مواضيع ان شاء الله متنوعه. كان معكم مروان بشار، تلاقاو في فيديو جديد.